بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. بعض الشخصيات في نهاية اليوم تلاقيها بتحب تسجل وتكتب كل اللي حصل في يومها. يعني أنا رحت المكان الفلاني، قابلت فلان، دخلنا المطعم الفلاني، وانتهى اليوم وكان اليوم جميل ولذيذ. البعض الآخر برضو بيكمل تدوين إن كان عندي رحلة فلانية، رحت المطار، فاتتني الطيارة، رجعت البيت، كان يوم شاق. فبيدون كل حاجة وبيكتب كل حاجة وبيسجلها بتحصل له من أول ما بيصحى من النوم لحد ما بيدخل السرير. وتلاقي الشخصيات دي بيبقى عندها شغف وانبساط وهي بتكتب وبتسجل كل اللي بيحصل لها في يومها، سواء كان سلبا أو إيجابا. والحقيقة ده معروف باسم التدوين الشخصي. التدوين الشخصي ده هو عبارة عن مهارة لكل فرد بيريد تحسين مستواه الشخصي وتحسين مستواه المهني، وبيخطط لحياة إيجابية وتكون الحياة دي منظمة وناجحة. النهاردة هنتكلم عن التدوين الشخصي في حلقة قوارير اليوم مع الأستاذة أمال عبد القادر، مدربة التنمية البشرية واللايف كوتش. السلام عليكم وأهلا مرحبا أستاذة أمال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أستاذة ندى وبمتابعاتك، وشكرا أهلا على وسهلا. الاستضافة. شكرا جزيلا لحضرتك. طيب، بداية أستاذة أمال خلينا نعطي تعريف مبسط للتدوين. ما هو التدوين؟ نعم، التدوين زي ما حضرتك ذكرتي هو تسجيل أو كتابة يومياتك، يعني بس مو بطريقة مو شرط أنها تكون بطريقة منظمة بحيث أنه سطر بعد سطر وترتيب بالأيام وتفاصيل التفاصيل. لا، هو مجرد التعبير وتسجيل الأفكار والمشاعر عن طريق الكتابة. فهذا التعبير قد يكون على شكل رسم، على شكل كتابة كلمات موجزة فقط، كتابة جمل طويلة، كتابة صفحات، كيف ما تحبي. يعني هو شيء مرن ويعتمد على الشيء اللي انت يعني ترتاحي له اكثر، لانك هنا انت كانك بتتحاوري مع نفسك، بتتكلمي مع نفسك باسلوب منهجي، فبتحطي الافكار والمشاعر اللي في بالك وشاغله عقلك وشاغله قلبك، بتنزليها ككلمات، بتدونيها. فالتفريغ هذا هو اللي اسمه التدوين الشخصي. تمام. طيب، البعض هيختلط عليه الأمر ما بين التدوين وما بين كتابة المذكرات، فهيقولوا لا، دي كتابة المذكرات اللي احنا بنكتبها كل فترة، فما فيش فرق ما بينهم. خلينا نوضح مع حضرتك ومع كل المشاهدين والمتابعين الفرق ما بين التدوين الشخصي وما بين كتابة المذكرات اليومية أو قائمة الأعمال اللي احنا بنبقى ناويين نعملها خلال اليوم، فبندون فيها كل اللي احنا ناويين نعمله. مظبوط. الفرق يعني بسيط، هو أنه زي نبدأ بالأسهل اللي هو قائمة المهام أو التودو ليست. التودو ليست أو قائمة المهام أو الوظائف بتكون يعني إني أرتبها مثلا من أمس، يعني من أمس بالليل أكتب أنا إيش حسوي اليوم. حأطبخ الطبق الفلاني مثلا أو الطبخة الفلانية، حرتب مثلا الدواليب، حعمل كذا، تنظيف هذا، عندي موعد أسنان مثلا، عندي موعد مدرسة، وهكذا. أو حأقرأ الكتاب الفلاني مثلا من صفحة كذا لكذا. فهي يعني هو تدوين يومي للتخطيط، لترتيب الأولويات، لتنظيم الوقت، لترتيب يومي أنا، يعني لبكرة أنا كيف حيكون يومي. أو الصباح بدري أول شيء أسويه إني أدون إيش الأشياء اللي أنا حسويها اليوم، قائمة مهام، حنزل السوق أجيب الغرض الفلاني، حاعمل هكذا وكذا وكذا. فبس عشان إيش أكون مركزة اليوم، ما يضيع مني، ما يروح مني، يكون أنجزت أشياء معينة كانت بالظبط، في بالي قائمة أساسا. بتخلي اليوم ماشي بشكل منظم وإن أنا بقدر أنجز. بالضبط، عشان أحس بالإنجاز، وفعلا أنا بأنجز لأنه خلاص أوريدي مكتوبة الأشياء.
فلما أخلص منها أسويها، وأخلص منها أقدر أسوي تك عليها، فبالتالي أنا كذا أنجزت وعملت فعلا المهام اللي المفروض أعملها اليوم، وأحس بالراحة. هنا الآن نتكلم عن نقطة الراحة ونقطة الإنجاز، وهذه نستخدمها في التدوين اليومي أو التدوين الشخصي اللي هو غير قائمة المهام. الآن أنا مثلا أمر بتجارب معينة، بتغيير معين، خلينا نقول في تغيير وظيفي، أكاديمي، تغيير اجتماعي، اتزوجت، خلفت، أنجبت طفل، سافرت، غيرت بيت، غيرت بلد، وهكذا. فممكن يكون في أي تغيير حصل معايا. في هذه الحالة أنا لما أكتب مثلا مشاعري، أنا إيش قاعدة أحس، أمسك الدفتر والقلم، مجرد إني أكتب مثلا اليوم أنا سعيدة، بس هي كلمة، أو أكتب مثلا حزينة، أوكي، أكتب مثلا كنت مبسوطة لأني طلعت مع صديقتي فلانة، أوكي، أو أكتب أشياء بسيطة. أحيانا أتحمس وأصير أكتب أكتر، أقول أيوة لأني طلعت مع فلان وفلانة هذه كانت لطيفة معايا، بحيث إني تكلمت عن الموضوع الفلاني وحسيت براحة، وهكذا. فهنا أنا لما أجي بعد كم يوم مثلا من حدوث التغيير هذا، وأشوف أنا إيش كانت مشاعري واليوم إيش صارت مشاعري، أقدر أقارن وأعرف أوكي أنا قاعدة أتحسن، أو لا الموضوع قاعد يصير أسوأ. فهي زي معيار بشوفها. فالتدوين هنا بيساعدني إني أرتب أفكاري ومشاعري الحالية الآن، أنا بإيش قاعدة أحس، أرتبها وأحطها في كلمات، بحيث إني بعدين لما أجي أرجع لها ألقى شيء مرجع أرجع له. أوكي. تمام. النقطة الثالثة اللي فيها كتابة المذكرات، هذه قاعدة تكون أقل في زمننا الحالي. زمان كان الناس بتكتب، وهي دي اللي دايما بيحصل فيها الخلط ما بين التدوين وما بين كتابة المذكرات. نعم. كتابة المذكرات فيها تفاصيل دقيقة، فيها يوميات أدق، فيها أحداث وقعت معي خلال الأسبوع، أحداث يعني مو بس مشاعر، أحداث وقعت معي وحصلت بتفاصيلها، ومع مين، وإيش الرد فعلي، إيش كان، وكمان الأحاسيس والمشاعر بتدخل في المذكرات. فهنا الفرق، أنا في التدوين أنا حرة، أنا مو شرط أكتب الحدث كامل. طيب مو شرط أقول نزلت السوق مع فلانة أو عملت كده، كان عندي موعد لا مو شرط، مجرد إني أعبر عن مشاعري. اليوم أنا أشعر بسعادة عامرة، اليوم أنا أشعر بامتنان، وهكذا. تمام. تمام. حضرتك أستاذة أمال في خضام كلامك اتكلمتي عن التدوين إنه تفريغ للمشاعر اللي موجودة داخلنا، سواء كانت مشاعر إيجابية أو مشاعر سلبية. ومن هنا نقدر نقول إن من ضمن فوائد التدوين تفريغ ما هو موجود داخل النفس ولا لأ؟ وما هي كل بقى الفوائد التي تعود علينا من التدوين؟ أوكي، سؤال جميل جدا، لأنه فوائده فضفاضة. فوائد التدوين يعني تقدري تقولي إنها بتعتمد من شخص لآخر. فراحتي أنا في كتابة التدوين مثلا، أو في تدوين أفكاري ومشاعري، درجة راحتي ودرجة الفائدة اللي تعود علي مختلفة عن درجة راحتك والفائدة اللي تعود عليك أستاذ ندى، وهكذا. فيعتمد على كل شخص بإيش المرحلة اللي هو قاعد يمر بيها، في نفس الوقت بحاجته الشديدة للتدوين أو عدم حاجته الشديدة لها. فبالتالي عندنا من ضمن الأشياء اللي هي تهدئة العقل. الآن يعني مع السوشيال ميديا ومع المدخلات الكثيرة طول اليوم، في أشياء بتدخل على راسنا، بتدخل على أفكارنا، يعني مدخلات. تدفق الأفكار المتواصل، سواء كان من الأجهزة اللي في يدنا أو كانت مثلا من المحيط الخارجي. أيوة. بيرهق العقل، لأنه بيفضل بس إنه يستقبل. فما في تمارين، يعني ما في تدريب قاعدين نعمله على أساس إنه يفرغ. فالتدوين هنا يفرغ الأشياء الكثيرة اللي قاعدة تدخل، المدخلات الكثيرة هذه،
والتدفق الأفكار هذا المتواصل اللي قاعد يصير على العقل يفرغ ويحط لنا إياه في كلمات. أوكي، فبالتالي العقل يهدأ، يكون في تهدئة للعقل من التشويش اليومي، ويطرح يعني العقل يطرح كل ما لا يفيده في أثناء التدوين. بتكتبيه يعني بتريحي شوية المخ. الشغلة الثانية يعني بنشيل عبء شوية من على المخ، عبء تفكير، عبء مثلا اوفر ثينكينج اللي في دماغنا على طول شغال، فاحنا بننقل ده على ورق. بالضبط. شايفة الأوفر ثينكينج هذا أو التفكير الزائد بيصير من كتر التدفق الأفكار اللي قاعد تحصل على المخ. بالضبط. يعني كثرة الفيديوهات اللي بنشوفها في الجوال مثلا، أو كثرة الأحداث اللي قاعد تحصل في العالم الإسلامي عموما، في العالم العربي، في أوطاننا، كثرة المشاكل اللي قاعد تحصل هذه كلها يعني أشياء بتضغط على المخ، بتدخل لكن ما في شيء قاعد يخرج. فالمنفذ الحالي عندنا هو التدوين، إنك تطلعي المشاعر هذه في كلمات. فبالتالي هو تمرين للمخ إنه يشتغل عكس اتجاه، اللي هو بدل استقبال يكون يشتغل إنه تفريغ برضو. فهنا أنت بتحافظي على سلامة قدراتك العقلية برضو في نفس الوقت على المدى البعيد. ليش الأطباء والخبراء بينصحوا إنه نبتعد عن الأجهزة؟ لزيادة القدرة أو كفاءة العقلية للإنسان. زمان الإنسان كان بيبتكر بشكل يومي، بشكل أكثر، بشكل مكثف. في هذا الزمن لا، الابتكارات والاختراعات والإبداع نفسه صار بيكون محدود. حتى ال AI Artificial Intelligence الذكاء الاصطناعي صار ينوب على الإنسان في الإبداع، سواء في الإبداع الكتابي، في الإبداع الفني، في كل شيء يعني للأسف. بالضبط للأسف. وهنا أذكر كلمة قالتها كاتبة أوروبية، بتقول أنا يعني أحتاج الذكاء الاصطناعي يعمل لي شغل البيت، يشيل عني شغل البيت ويخلي لي الإبداع التفكيري هذا، الإبداع الكتابي. والله أنا إحنا كلنا محتاجين الذكاء الاصطناعي يشيل لنا شغل البيت كله بصراحة. والله أيوة، شايفة كيف؟ لأنه فعلا الأعمال اليومية اللي بتجيكي بشكل روتيني ما فيها أي إبداع، ما فيها كرياتيفيتي، العقل ما بيشتغل فيها، يعني هي روتين بتعمليه كل يوم. فمساحة التدوين أو مهارة التدوين بيعطيكي مساحة إنك تبدعي كده بينك وبين نفسك لمدة دقائق معدودة في اليوم. تمام. طيب احنا شفنا الفوائد اللي هتعود علينا من التدوين. طيب هل كل الناس محتاجة تدوين؟ يعني ندى تحتاج التدوين، أستاذة أمال تحتاج التدوين، فلانة كلنا نحتاج التدوين، ولا لا في شخصيات معينة هي اللي بحاجة للتدوين وشخصيات تانية لا؟ سؤال مهم جدا وجميل. ليش؟ لأنه فعلا لما تشوفي مثلا في السوشيال ميديا أو الناس اللي بتتكلم عن التدوين بتحسسك إنه التدوين هذا مهم لجميع أفراد البشر. بيعطيكي انطباع إنك أنت بيعملوا كمان إضافة لكلام حضرتك، وإن اللي بيدون وبيكتب ما يحدث في يومه أو في مذكراته ده معناه إن هو شخصية عبقرية، فنان، كاتب، حاجة كبيرة جدا، ويحسسوا إن اللي ما بيعملش كده إيه ده؟ أنت إزاي مش عندك المهارة دي؟ أنت حد ما عندوش إبداع. بالضبط. شايفة كيف؟ صحيح. هي شوفي الأبحاث بتشير إلى أنه تدوين اليوميات طبعا ممكن يكون وسيلة فعالة لتحسين الحالة المزاجية للأشخاص. أوكي؟ وهو برضو مرتبط بتحسين يعني بتحسينات بتحصل معك في الصحة البدنية في الجسد عموما، لأنه النوم يكون أفضل، يكون أعمق، يكون في جودة أعلى،
الراحة النفسية عموما هذه اللي بتيجي من التدوين، من مهارة التدوين أو من ما بعد التدوين. بتحسن لك أشياء كثيرة، مزبوط. لكن هذا ما هو مو معناه إنه لا، إذا الشخص ما بيدون معناتها ما حيحصل على النتائج الجميلة هذه اللي هي الراحة والنوم العميق والأشياء الجميلة هذه كلها. لا، مو معناه كده أبدا. لأنه ممكن لبعض الناس، وهنا الخطر، إنه قد يؤدي التدوين أو فكرة التدوين قد تؤدي إلى التفكير الزائد، يعني إلى القلق، إنه يا ربي لازم أكتب اليوم حاجة. أمسك القلم والورقة أو كتبت حاجة ونسيت حاجة ويقوم من النوم مفزوع، أنا نسيت أدون حاجة، وإيه جري على الأجندة يكتب فيها. بالضبط، أصبح في هوس هنا، يعني صار في هوس على إنها بدل ما تكون عادة بتؤدي إلى الراحة أو إلى تفريغ المشاعر، لا، أصبحت عبء علي. يعني عملت لود زيادة علي أنا كنت في غنى عنه. بالضبط، لازم أعمل، لازم أكتب، طيب خطي، لازم خطي يكون. أصبحت هنا أبحث عن الكمال في الآلية نفسها بدل ما أبحث عن بدور الكمال على منها. الشكل الظاهري وسبت الأصل، سبت أصل الموضوع اللي هو هيساعدني، هيهون عليا، هينمي مهاراتي. لا، أنا سبت كل الحاجات المهمة والفوائد ومسكت في شكل الكتيب بتاعي أو النوتس بتاعتي، شكل القلم، الستيكرز الحلوة اللي بتتحط. اهتميت بشكليات بالفرع وسبت الأصل. بالضبط. ولا اللي تفكر إنه لازم تروح تشتري دفتر خاص يعني بشكل معين، وتأجل فكرة التدوين إلى أن تشتري الدفتر الخاص. الدفتر والقلم، خصوصا القلم اللي بيبقى فيه ريشة ده وحبة حاجات كده لطيفة، فده معناها كده إن أنا هبدأ تدوين صح. أكيد. فشفتي كيف؟ يعني بدل ما يصير تفريغ، أصبح لا، عبء وزيادة قلق وتوتر. فهنا نقول لها، للأخت العزيزة، يعني أنت في غنى عن هذا الموضوع، ارتاحي، خذي حياتك ببساطة، لأنه طالما أنه قاعد يسبب لك قلق وتفكير زائد، يعني ما في داعي تقدري تعيشي حياتك من غيره يعني. تمام. طيب أخيرا أستاذة أمال، هل في علاقة ما بين النجاح والتدوين؟ العلاقة علاقة جميلة. ليش؟ لأنه أنا لما أجي أدون زي ما قلنا أول، مثلا أكتب مشاعري اليوم في رحلة التغيير. شايفة أنا قاعدة أركز على رحلة التغيير. حاليا عندي أمر بمرحلة تغيير معينة، ففي أثناء المرحلة هذه أنا لما أجي أكتب اليوم كان أول يوم دوام، وكنت أشعر بتوتر وقلق، والناس اللي معايا في المكتب مثلا ما كانوا لطيفين، أو أنا حسيت برهبة وهكذا. طيب اليوم كتبت كده، بكرة أكتب حاجة تانية، بعده أكتب حاجة تانية. أجي بعدين مثلا بعد شهر، بعد 6 شهور، أو بعد سنة، لما أجي أشوف أنا كيف كنت أشعر وأقارن بأنا كيف أشعر الآن، حلاقي هنا فرق، وحعرف أنا فين ماشية صح، إيش السبب أو إيش الشيء اللي خلاني أتحسن مثلا، أو مشاعري تتحسن. وحعرف برضو إيش اللي كان معطل المشاعر الجميلة هذه في البداية. فهنا أنا حقدر أقول مثلا يمكن لأنه ما كان عندي الشجاعة الأدبية، يمكن لأنه أنا ما كنت قوية بشكل كافي. الآن أصبح عندي يعني مهارة تواصل أفضل، أصبح عندي مهارة التحدث مع الآخرين أفضل. معناها أنا تحسنت في إضافة المهارات هذه لذاتي أو لشخصيتي. يعني نقدر نقول يا أستاذة أمال إن إحنا نقدر نقيم من خلال تدويننا المراحل اللي إحنا مشينا فيها، نقيم نجاحاتنا، نقيم إنجازاتنا من خلاله. بالضبط، لأنه أنت اليوم قاعد تكتبي حاجة، قبلها كتبتي شيء، قبله كتبتي شيء، وبعده حتكتبي. فالآن في تغير، الإنسان في تطور وفي تغير مستمر. أوكي، حتى حتكوني يعني هو يا إما تغير عادي يا إما تطور للأفضل. فأنت حتكوني في تطور لو أنت أصبحتي واعية. كل ما تيجي تكتبي أنت بتزيدي وعيك بنفسك. كل ما تدوني حتكوني عارفة بإمكانياتك أكتر،
بنقاط قوتك ونقاط ضعفك أكتر، فحتشتغلي عليها يعني حتى أحيانا بيكون لا شعوريا. مجرد تدوينك لها بيحفز المخ، يبغالي أشتغل على المهارة هذه. شايفة كيف؟ تمام. بيحفز المخ، وبالتالي سلوكك حينعكس على يعني حينعكس بناء على المعطيات اللي انت اعطيتيها لمخك. يعني سلوكك حيكون في اطار التحسين والتطوير. فبالتالي حتقدري تقيسي، ايوه انا الان قاعده انجح في المجال الفلاني لانه فعلا في البدايه انا كنت ضعيفه فيه وما كنت اعرف، بس بمجرد التدوين يوم بعد يوم صرت اعرف اكثر واكثر، بالظبط. فبالتالي انا اليوم وصلت للنجاح الفلاني. نعم. تمام جدا. بشكر حضرتك في النهاية الأستاذة أمال عبد القادر، مدربة التنمية البشرية واللايف كوتش، على وجودك معنا وعلى هذا الطرح المميز. وطبعا الشكر موصول لكل متابعين برنامج قوارير. نستفيد من التدوين، نستفيد من فوائده الكتيرة، من التفريغ، من المتابعة لإنجازاتنا، من المتابعة لمشاعرنا، ونسيب الشكل أو الفرع سواء كان بالدفتر أو بالقلم أو بالأشكال. صحيح الحاجات دي ممكن تكون بتشجع على التدوين، ولكن ما تكونش هي جل اهتمامنا، ونترك الأصل ونهتم بالفرع. نتمنى لكل المشاهدات من كل القوارير متابعة لمشاعرهم ومتابعة لإنجازاتهم علشان يحققوا أكبر نجاح في حياتهم. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.